بسم الله الرحمن الرحيم. في قافلة الزمان تسير إدفو العامرة من جنوبها إلى شمالها، يفوح منها عبق التاريخ الزاخر بالحضارات القديمة والحديثة، والذي يكون بمثابة منار المستقبل لأبنائها. وعندما يأتي المساء تتقلد إدفو حليها الفسفورية المتلألئة على صفحات مياه النيل الخالد، ذلك الشريان الحيوي النابض على أرض مصر الفيحاء. يحدوها الأمل في الرخاء اعتمادا على سواعد شبابها المؤمن بالعطاء من أجل بلده وأمته. فإدفو كانت إقليما يعتبر قائما بذاته منذ أقدم العصور، فقد كانت في عصر ما قبل التاريخ عاصمة لمملكة الوجه القبلي، محتوية على نخب العاصمة السياسية ونخن العاصمة الدينية، وكانتا متقابلتين على ضفتي النيل عند الكاب الحالية شمال إدفو. احتلت مدينة نخب القديمة منذ القدم مكانة عالية بين مدن مصر الرئيسية، حيث كانت عاصمة مصر العليا ما قبل التاريخ، ثم أصبحت عاصمة الإقليم الثاني لها طوال فترة تزيد عن 3000 عام. هذه هي إدفو. وعندما نتحدث عن معبد إدفو نقول أن معبد إدفو كرس لعبادة حورس بهدت الذي يمثل على هيئة الصقر، واتخذ من قرص الشمس المجنح متعدد الألوان رمزا له. وغدا لإدفو ثالوثا إلهيا يتكون من حورس البهدتي رب إدفو، وحتحور ربة دندرة، وحورس سمتاوي الابن، ويطلق عليه أيضا الاسم إيحي. ومعبد إدفو تحيط به ربوة عالية يطلقون عليها اسم الشرف، وهذه الربوة التي يطلقون عليها الشرف ما هي إلا عبارة عن مساكن الكهنة والإداريين والموظفين الذين يعملون بالمعبد في ذلك العصر. نجد أن معبد إدفو وضع حجر أساسه بطليموس الثالث يوارجيتيس المحسن في 23 أغسطس عام 237 قبل الميلاد. وبطليموس الثالث هذا فترته في الحكم كانت من عام 247 إلى عام 242 قبل الميلاد، وهذه الفترة هي التي وضع فيها حجر أساس معبد إدفو. نأتي بعد ذلك إلى عهد بطليموس 11
والثاني عشر والثالث عشر، وفترتهم من عام 80 قبل الميلاد إلى عام 50 قبل الميلاد. وقد تم في هذه الفترة عام 57 قبل الميلاد تشطيب معبد إدفو من بناء ونحت تماثيل. عام 57 قبل الميلاد في عهد بطليموس الحادي عشر، ويطلق عليه بطليموس الزمار. ده بالنسبة لانتهاء التشطيبات في معبد إدفو، وكان الأهالي يزورونه زيارة بصفة غير رسمية. ثم أتى عهد كليوباترا السابعة، وافتتح معبد إدفو بحفل عظيم عام 42 قبل الميلاد. عام 42 قبل الميلاد افتتح معبد إدفو رسميا للزيارة في 10 ديسمبر عام 42 قبل الميلاد في عهد كليوباترا السابعة. ومدة حكم كليوباترا السابعة في الحكم كانت في المدة من عام 41 إلى عام 40 قبل الميلاد. وبعد هذه الفترة التقت كليوباترا بأنطونيو. نجد بعد ذلك ونرى أن معبد إدفو ارتفاع البيلون به أي البرج 35 متر لكل بيلون منهما البرجين، وعرض الواجهة 68 متر. ومعبد إدفو مقام على مساحة 6665 متر مربع، واكتشفه العالم الفرنسي مارييت عام 1860 ميلادي. هذا هو معبد إدفو. من القصص التي تروى عن غزو الرومان لمصر بالإضافة إلى الدوافع السياسية والاقتصادية، هي هناك عوامل سيكولوجية نفسية. فقد كانت شقيقة بومبيوس قائد الجيوش الرومانية، وهو من ألمع القواد في الجيوش الرومانية، شقيقته كانت متزوجة من أنطونيو. فلما علمت أن أنطونيو أحب كليوباترا تأججت نار الغيرة فيها، وشكت هذا الوضع لشقيقها بومبيوس، وحفزته على مهاجمة مصر. وفعلا انتحلت روما المعازير مع مصر، وقامت بمهاجمة مصر بقيادة بومبيوس، وانتقم لشقيقته من أنطونيو وقتله، ثم انتحرت كليوباترا. وبهذا استراحت شقيقة بومبيوس بهذا الوضع بعد أن انتقمت لنفسها من زوجها أنطونيو الذي عشق وأحب كليوباترا.
وهكذا إن سار اسم بحدة إدفو عبر التاريخ يشنف آذان السامعين مترنما بالحضارة والتاريخ. وتوالت السنون وتعاقبت الأيام إلى أن غير البطالمة ذلك الاسم إلى أبولونوبوليس، أي مدينة الإله أبولون الإغريقي. وذلك الإله عرفه الرومان باسم فينوس رب النور، أما عند اليونان فكان أيضا رب الشباب والشعر والموسيقى، فهو الذي أوجد القيثارة. كما عرف أبولون بأنه رب النبوءات والطهارة ورد الأذى والأوبئة عن الناس. وفي هذه الفترة من التاريخ كانت هناك سياسة دينية للبطالمة للتوفيق والربط ما بين مشاعر المصريين وقلوب الإغريق في مصر، فكانوا يبنون المعابد وما يقص على جدرانها يكتب بالهيروغليفية الفرعونية القديمة، وذلك لتطبيع العلاقات بين الشعب المصري والإغريقي وكسب ود الشعب في مصر. هذه السياسة تسمى بالكومون بوليتيك، بمعنى السياسة المشتركة بين المصريين والبطالمة. يتضح من العرض آنفا أن الغزاة من الإغريق والرومان لم يفلحوا أبدا في التقرب من الإدفويين في صعيد مصر أو في فرض حضارتهم على الحياة الإدفوية، فإن الروح القومية الجبارة الكامنة في نفوس الإدفويين، تلك القوة الروحية التي صمدت دائما لضغط الغزاة فأخضعتهم أو طردتهم، وجعلت الإدفويين أو خصوصا والمصريين عموما المغلوبين في آخر الأمر غالبين منتصرين. ونعود مرة أخرى إلى إدبو، الاسم القبطي الذي تغير في عصر الفتح الإسلامي إلى إدفو بنفس المعنى السابق، مشتقا من الدفء، والدفء والشمس الساطعة صنوان، كلاهما يرمز إلى الآخر. هكذا مر اسم إدفو من بحدة إلى إدبو إلى إدبو، ومعناها باللغة، وهو اسم قبطي يعني باللغة العربية مدينة الشمس الساطعة. ثم إدفو من الدفء، والشمس الساطعة والدفء صنوان، كلاهما يرمز إلى الآخر. ومن قبل في عصر الإغريق كما علمنا سماها البطالمة أبولونوبوليس، مدينة الإله أبولون رب الشعر والشباب والقيثارة. هذه إدفو عبر التاريخ، معبد إدفو أو معبد حورس أو المعبد البطلمي، وهو من أعظم وأكمل المعابد في مصر بأكملها، معبد إدفو. وسنرى في الفيلم القادم استعراض للمزارات السياحية والاجتماعية بمدينة إدفو، فنرى
بداية منظر للسوق مساء، ثم ندخل على المسجد العمري بإدفو، وهو أشهر المساجد بمركز إدفو، وكان معبدا في الزمن الماضي، ثم صار كنيسة في العصر القبطي، ثم تحول في العصر الإسلامي، في عصر الفتح الإسلامي منذ عهد عمرو بن العاص، إلى مسجد للصلاة. هذا هو المسجد العام. وتحول رسميا في عصر السلطان الظاهر برقوق عام 797 هجري إلى مسجد أهلي ترعاه الحكومة في العصر المماليكي. وسوف نرى أنه يستند إلى أعمدة فرعونية وأعمدة رومانية مصمتة، وإلى برج كنسي تحول فيما بعد إلى مئذنة. هذا هو المسجد العمري بإدفو. ثم ننتقل إلى بيت الإمام أبو بكر الإدفوي. ومعروف أبو بكر الإدفوي، الإمام أبو بكر الإدفوي من أئمة التفسير في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، وولد في شهر صفر عام 304 هجري 916 ميلادي، وتوفى عام 388 هجري عام 998 ميلادي. هذا هو بيت الإمام الإدفوي كما سنرى. ثم ننتقل إلى مقام الشيخ محمد دهب في جزء من الجامع العمري، وهو من الأولياء الصالحين. ثم مضيفة الإمام الشيخ عبد القادر بجوار وأمام المسجد العمري. ثم بعد ذلك ننتقل إلى سوق الأربعاء بإدفو، وهو من أقدم الأسواق في مدينة إدفو ومحافظة أسوان. ثم بعد ذلك ننتقل إلى معبد إدفو أو معبد حورس أو معبد بطليموس، وسوف نرى الطريق المؤدي إلى المعبد، ونرى البيلون وهو برجي المعبد، والبرج يطلق عليه بيلون. ثم نرى منطقة الشرف أو الربوة المرتفعة المحيطة بمعبد إدفو، وهي كانت مساكن الكهنة ورجال الدين والموظفين والإداريين العاملين بمعبد إدفو. وبذلك ينتهي
الفيلم التسجيلي عن مدينة إدفو القابعة في جنوب صعيد مصر من محافظة أسوان من جمهورية مصر العربية من مصر المحروسة، والتي كانت في العصور القديمة عاصمة المقاطعة الثانية لمصر العليا بعد مدينة الأقصر. هذه هي إدفو الحضارة والتاريخ، والتي هي جزء من مصر العريقة. وتحيا مصر.